طب بصوا يا مساء الفل، بصوا بقى علشان الناس اللي بتتكلم على السان سكرين وجربوا كذا سان سكرين، وبالذات الناس اللي بشرتها دهنيه وما فيش سان سكرين نافع معاهم. طيب الناس اللي بشرتها دهنيه، انا عندي سان سكرين اللي هو كولاجرا، وانا بشرتي مش دهنيه، بس لما بحسها بتزود حبوب او هي معرضه للحبوب، فلما بشرتي معرضه للحبوب، لما الحبوب بتكتر فيها بحب استخدم سان سكرين للبشره الدهنيه. واحسن من السان سكرينز اللي انا جربتها للبشره الدهنيه هو ديرماتيك. طب ليه ديرماتيك؟ بصوا بقى، انا بحب السان سكرينز اللي بتحمي بجد، مش يقولوا عليها حاجات وما بتحميش، والاقي فيه تصبغات في بشرتي مستمره، الاقي فيه مفيش مع الوقت بشرتي الالوان فيها يعني هو انت بتحسي زي محتاجه سان سكرين او مش حلو لما تلاقي ان التصبغات في بشرتك بتزيد. مجرد ما بتحطي سان سكرين بتستمري عليه فترات طويله او ده روتينك، التصبغات دي بالوقت بتروح مع مقشر سلسلك والحاجات دي، الاحماض بتروح. طيب انا بعرف منين ان السان سكرين ده كويس؟ لما الاقيه بيحافظ ان مفيش تصبغات بتطلع لي. بلس 50 اس بي اف بتاعه 50، يو في بي يو في اي، دراي تاتش. طب الميزه في حاجات في الدرماتيك الاويلي سكان او البشره المختلطه ان هو قوامه بيبقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا ركزوا معايا، اولا شايفين مفيش تجيرة السان سكرين خالص، خفيف جدا. اللي بحبه فيه ايه بقى؟ ريحته حلوه قوي. حاطين فيه ايه انا معرفش، ريحته كسان سكرين بتبقى حلوه جدا. طيب يعني بصوا، هو انا مكتوب عندي ان في زهره اسمها ريكوتا، هل ده ريحتها؟ انا معرفش. يعني في زهره ريكوتا دي انا معرفش ولا اسمها ايه دي، مش عارفه دي مكرونه دي ولا ايه. المهم يعني معرفش، بس هي وريحته حلوه، يعني مش ريحه السان سكرينز اللي انا بستخدمه. طب في كمان مرطب، في فيتامين اي، في كاموميل، في الزنك اوكسايد وده انتي اوكسيدنت. فبالتالي انه هو بيعمل بيضيع التصبغات وبيعالج لو البشرة فيها حاجات مسببة حاجة تانية غير الشمس. لا، ده مضاد للأكسدة بتاعة البشرة. تمام. الميزة بقى فيه ان ووتر ريزيستنس، وكتير بيقعوا في الفكرة دي. وخلوا بالكم لما انا اروح مصيف او انزل بول وارجع اقول السان سكرين ما بيشتغلش، حضرتك مش بتتأكدي ان هو ووتر ريزيستنت. بتعرقي كتير مش بتتأكدي انه ووتر ريزيستنت، فمن يفضل ان انت تجيبي ووتر ريزيستنت، تمام، ضد الميه او يعني ما يتاثرش بالميه. فديرماتيك سان سكرين ارشحه بقوه وبشده للناس الاويلي سكين اللي ما بيحبوش، اللي حابين ترطيب كويس، حابين حمايه قويه، ومش حابين تلزيق خالص بتاع السان سكرين، لان معروف ان السان سكرين بيبقى قوامه تقيل وشويه تحسي ان بشرتك ملزقه. لا، ده ولا كانك حطيتيه خلاص، ولا كانك حطيتيه. فده كان الريفيو عن درماتيك. لو انتوا عايزين اي حاجه تانية عنه او تسالوني على حاجه انا نسيت، مهم قوي يا جماعه ان انتوا تابلاي السان سكرين او تحطوه قبل ما تنزلوا ب 30 دقيقه. طبعا هو لمعان البشره بيروح، تمام، هو بيضيع لمعان البشره الرخم، مش الجلوينج بتاع البشره، لا، اللمعان اللي هو بتاع الدهنيه دي، اللي هو زيوت البشره. تمام، اهو يقلل اللمعان ويرطب ويحمي ومعرفش ايه. طبعا كله بيكتب الكلام ده على نفسه، بس هو ده من الحاجات اللي فعلا هو بيعمل كده. تمام. ممكن يكون سعره غالي على بعض الناس شويه، فلو عايزين بدايل ليه قولولي هقول لكم عليها. بس لو انتوا بتجيبوه لا هاتوه، او بتفكروا تجيبوه لا، حلو حلو جميل وهيقعد معاكم فتره طويله جدا. بس ده كان ريفيو النهارده، واشوفكم في ريفيو جديد. ما تنسوش السبسكرايب واللايك، واشوفكم على خير. باي باي.